إذن السلام عليكم الزفلاون الزفلام شباب الإفريقية الأمازيغ العظيم. في مشهد بائس جدا وحزين ويعبر عن ركاكة الإنسان القهوي بالجزائر. إيطو يخرج من الأوتيل أو من الفندق ويلتقي بقهوي بردوع، يعني حامل الكاميرا، ويستفز إيطو، وإيطو يقول له اذهب اذهب اذهب، ويستفز فيه ويستفز فيه ويستفز فيه، ويعني ويلعب له على العواطف، بعد أن كان إيطو متفوق على البرازيل ولم يتأهل، متفوق على أحد أبرز الأندية المنتخبات في العالم. فما كان على إيطو إلا أن يضربه ضربة فليكساه القصر المرادية عن تبون وكلوب دي با عند دولة المسؤولين والجنرالات والعصابة القرمطية الفرنسية نتاع بني سليم وبني هلال بالإيديولوجية القرمطية البعيرية. فهذا هو إنسان بخروبة، هذا هو الإنسان الذي يستفز الناس، لا ينفع، يعني تبهديله. ضيف إلى ذلك تبهديلات أخرى، واحد رفد لي باف، وواحد صبغ لي شعره، وواحد يمشي للوتيل ينيكوه الإيرانيين، جابوا لنا الماء ماشي يجيبوا لنا، عاود جابوا لنا الماء تاع مانيش حتى القراميط، عاود غادي يجيبوا لنا الماء تاع الإيرانيين. مشهد بائس لا يمثل الأمازيغ في شمال إفريقيا، ولا الليبيين ولا التوانسة ولا حتى الجزائريين القلة الغير قهوية ولا المغاربة. مشهد بائس، يعني دخل فيه بتير صيفطو ايا دير لي الزبل تاعك الرناك، هذا الخنز هذا جاي، يعني كارثه، هذه مهزله مهزله مهزله. بقي فقط هذا البلد الذي تحكمه عصابه فقيره الوعي والفكر، يعني وتحاول تقسيم بلد امازيغي مغربي، يعني نقسموا بلد امازيغي، يعني الامازيغ، امازيغ مغرب الصحراء ينقسمون عن امازيغ مغرب الشمال، يعني بلد امازيغي نقسموه باسم العروبه، يعني نقسموا، حنا رانا هنا باش شمال افريقيا الامازيغي الواحد نزيدو نقسموه باسم العروبه، باسم جمهوريه قرمطيه وهميه. يعني مشهد بائس، عصابه بائسه عليها ان تغير كل طرق تفكيرها ومناهجها. مشهد بائس. الحمد لله الذي قلت أنا أمازيغي شمال إفريقي قبل أن أقول أنتمي لليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب. مشهد بائس، إنسان ركيك، إنسان لا يحصل حتى يعني أبجديات الحياة في التعامل وفي يعني كارثة كارثة. القهوي البردوع القرمطي بإيديولوجيا هذه أصبح إنسان لا يشرف، فما بالك ينتج، وفما بالك يفكر، فما بالك يأتي بحقوقه من عمل وسكن وحياة كريمة ومصروف ما بؤساء بؤساء. للأسف الشديد هذه الحقيقة، أصبحنا هكذا، نحن نقوش، أصبحنا ردونا يردون هكذا، يردوننا نقوش وليس رجال.